بسم الله الرحمن الرحيم. كان مراسلكم من قناة سيف الحق إدارة الكفيف ناصف بلال، الذي علا اسمه بمكانه العزيز ومدينته وقريته الحبيبة والله يرحمك يا أبويا اللي سبت لي هدية أنت وأخويا وعمي وولادي وولاد عمي لأجيال كانت جاية في أرض المكان. خد يا سيف ولا يا عبد الله، امسك التليفون وصور ابوك، بس قبل ما تصور ابوك في قاعة اجمل الكلام في ذكر الرحمن وعرش الكتاب العزيز الذي لا يغفل ولا ينام، وهو كان ربنا سبحانه وتعالى فيما قال ورسوله الكريم في الكلام. خد يا عبد الله او خد يا مرافقي في الكلام الاسطى احمد اللي شرفني في المكان وجابني الى ارض المكان، ويمسك معي التليفون ليصورني في الحال. هنا ده موقع جزيرتي في الحال، وهي كانت جزيرة النسر كمان، وهي الجزيرة التي حللت فيها قضية الأستاذة إيمان، وكان ابنك الغلبان اللي علمه على نسر بان، وادي المربط كمان او المروه في الحال، وهو كان كلام الغلبان اللي اسمه ناصف بلال اللي حب يعمل اجمل قناه في اجمل مكان، وبدأ الكلام بذكر الرحمن بعرشه الجميل، واللي حب يخلق من كل الكتاب أجمل الكلام، وهو كان طبيعة اللي لا يغفل ولا ينام، وهو كتاب ربنا سبحانه وتعالى في الحال. وهنا ببص هنا لأرض المكان، حتى إلى نزولي إلى أرض المكان، هنا هيعمل أحلى مكان لأجمل عروسين في الحال. أما بالنسبة للحصة بتاعتي كمان، وهي جيراني وأهلي وعزوتي في المكان، هيكون لهم أجمل مدينة تتقال، وهي مدينة النسر في الحال. هنا هيقيم فيها جميع الحضارات المصرية اللي بتتقال، ومن أهلها اللي هيصدر ورده إلى جميع البلاد وجميع الأحياء في الحال. أنها تقع في مربع جميل كمان، وهي في الأساس خفية كمان، وكانت مفروض المنتفع بها في الحال هو ناصف بلال الغلبان، ودي أرضه. وهنطلع إلى أرض المكان وهنوريكم على أرض المكان. آدي طرقة الغلبان، وآدي الغاب اللي هشيله وهنضفه كله في الحال، وهخليه هعمل هنا عند الأناية دهية بالتحديد في الحال، هعمل لها صرفي مغطي كمان، وهحافظ على جاري التمام، وهنزلها إلى أرض البستان. وهي كان أكبر دليل الكلام هي الماء والخضرة والهواء، وربنا سبحانه وتعالى في كتابه. أما بالنسبة لنسره فهو عالم من أعلام الحضارة والإنسانية لأم الأديان، وهي كان كلامها وعلمها اللي هنا هيرفع ويبان، زي ما هوريكم على الطبيعة في الحال، مع أهلي وعزوتي وجيراني كمان اللي هم هنا هيكون لهم أجمل بستان في أرض المكان. وهو كان نسر اللي هيتعمل عليه النسر كمان، وهو كان المنبر المفروض أهلي وعزوتي وحصتي كمان كانوا هم المفروض معايا على مرأى ومجمع العالم كله في الحال، ومر عليهم جميع الحضارات وجميع المزاج في الحال، وهو كان بربخ ده كمان. أما بالنسبة لأرضي فأرضي في إيه يا جماعة؟ أما بالنسبة لأرضي فأرضي أهيت كمان، والطرقة موجودة كمان كدليل إثباتي في الحال أننا حقا باسم قناتي وباسم حصتي وباسم جيراني في المنطقة أننا نوري العالم كله بأسره وبحضارته وبمجده
الزهور التي تملى المكان وتخليهم في أرض المكان، بيعملوا أزهر بستان وبيطلعوا هنا الورود الجميلة في المكان وبينوروا بيها جميع المحافظات في الحال. وكان مراسلكم من قناة سيف الحق إدارة الكفيف ناصف بلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسرعة بابا هيمشوا. إيقاف الفلاش زر. انتقال صورة. هما هنا. إيقاف تسجيل الفيديو زر. إيقاف تسجيل الفيديو زر.